السلام عليكم، فيديو جديد وتلخيص جديد وكل سنة وانتم طيبين. مسلسل النهاردة مختلف والحلقة مليانة أحداث. خلينا في البداية نصلي على النبي ويا ريت ما تنساش تعمل لايك على الفيديو لأنه بيفرق معايا جدا. ويلا بينا. بتبدأ الحلقة التامنة بقهرة موناليزا وهي بتبني على الورقة اللي حسن عملها لها، وبعدين قال لها انت طالق وراح يفتح الباب لابتسام زي ما شفنا الحلقة اللي فاتت. علياء ما كانش عايزة تسيبها تمشي عشان تتخانق معاها بعد ما فضحتها. موناليزا زقتها في ثانية، وقعت على الأرض والسر الإلهي طلع. وهنا على طول سامحها فضلت تصوت على علياء وطلبوا البوليس على طول لموناليزا. الحكومة خدت موناليزا وهي مصدومة، دخلت في حالة صدمة بعد اللي عملته. موناليزا وقفت واتثبتت مكانها. بعدين الضابط يجي ما تقدرش تقول له أي حاجة. الضابط بيفضل يسألها يا بنت إيه اللي حصل؟ هي مفيش خالص. المحامي بتاعها بيقول إن هو واضح جدا إن هي كانت حالة دفاع عن النفس، وإن هي كمان عندها صدمة عصبية، وبنراعي إن هي حامل. وتقرير الطب الشرعي هيطلع ويثبت إن هي كانت بتدافع عن نفسها. الدنيا حواليها عمالة تتحرك وهي واقفة ما بتتكلمش. الضابط بيأمر بحبسها لحد ما يشوف تقرير الطب الشرعي. أما موناليزا ابتسام بتقول لها اتكلمي دافع عن نفسك، أنت موقفك ما يستحملش السكوت. أما حسن بيقول لها والله أنا اللي هدفعك التمن على ده كل اللي عملتيه، واللي في بطنك دوت هحذرك عليه. ان هي برضه ترد عليه، برضه واقفه ساكته ما بتردش. وابتسام عماله تزعق لحسن وعماله تقول له منك لله، مش كفايه اللي انت عملته فيها؟ سامح قاعده بتصوت وبتنادي على علياء، بس علياء خلاص. اما مناريسا فبتستجن، وولاء بيتصلوا عليها علشان تروح تتعرف على جثه ابوها، وهنا بتنهار. ومحمود وتوفيق بيبقوا منهارين جدا وزعلانين جدا على كل اللي حصل لعلياء واللي حصل لموناليزا. محمود بيبدا يصبر توفيق وان هي علياء راحت وان ده قضاها. اما سامحه بكل غل بتقول لحسن ان هي عايزه تجيب حق بنتها وانه لازم يقهر موناليزا. قال لها انا مش عارف اعمل ايه، خصوصا ان هي حامل. قالت له حامل؟ دي لازم تاخد اعدام، بس للاسف عشان هي حامل الاعدام هيتاخر علشان يتنفذ. قالت له انا مش هستحمل ان انا يكون عندي عيل من موناليزا، وكل ما اشوف وشه افتكر موناليزا وان هي سبب في موت بنتي. حسن بيرد عليها بيقول لها وانا كمان نفسي يبقى عندي عيل من موناليزا. فبتقول له يبقى تتصرف يا حسن. حسن بيقول لها ان هو يفضل وراها بشهاده الزور اللي هو شهدها هو وامه سميحه، اكيد هتاخد اعدام. بيخش محمود وبيزعق وبيقول لهم ان اللي حصل لعلياء ما خلاكوش تتعظوا ابدا، ما خلاكوش تفتكروا ربنا، لكن انتوا ما بتحسوش. هنا حسن بيقوم وبيمسكه وبيقول له لا اظبط كده، عشان كلمه كده ولا كده انا هرميك انت وابوك في الشارع. محمود بقى بيروح لابتسام وبيقول لها انا اسف اني جيت. قالت له لا تعالى يا محمود. هو بيقول لها انا مش عارف ازعل على ايه ولا ايه، ازعل على اختي علياء ولا ازعل على مناليزا وحالها. وابتسام بتقول له انا صعبان عليا مناليزا قوي، كل اللي حصل لها دوت وفي الاخر تترمي في السجن، بس انت يا محمود مالكش ذنب في اي حاجه. قال لها انا خايف كمان انا شدت بالحق، بس سميحه اللي هي امه واخوه شهدوا بالباطل. هي قالت له طب اكيد يعني هم مش هياخدوا بكلامهم لان الضابط قال في تقرير الطب الشرعي وفي شهود. قال لهم هنا والجيران، يعني ان شاء الله موناليزا تطلع منها. ايمن بقى في العزا بتاع بركات بيقول لولاء ان هي لازم تكلم موناليزا. قالت له موناليزا سبب في كل حاجه احنا وصلنا لها. اكيد اول ما شافت حسن نخت ورجعت له، وبابا وهو راجع من قهرته مات. ساعتها قال لها ما تظلمهاش، مستحيل تكون رجعت له بعد كل اللي عمله فيها. قال لها بصي انا متاكد ان في مشكله كبيره واحنا لازم ندور عليها. قالت له انا مش هدور على حد. لا يا ست انا هدور. ايمن بيعرف ان موناليزا اتسجنت وبيقول له ولاء، بس ولاء بتقول له انا البني ادمه ديت انا مش عايز اسمع سيرتها خالص، هي انتهت من حياتي. لولا هي كانت زمان بابا وماما موجودين دلوقتي في حياتي. قال لها انا متاكده ان هي مظلومه وان هي الدنيا جايه عليها، بس ولاء كانت خلاص قفلت منها. اما ايمن فبيفضل يقول لها يا بنتي هي عندها بكره محاكمه ولازم نكون معاها. هي بترفض. المحاكمه بقى بيحضر حسن وسميحه ومحمود وابتسام، ولسه مناليدا على وضعها ما بتنطقش باي كلمه، بس بطنها كبرت خلاص. وهنا بقى بيطلع القاضي وبيبدأ يقول بعد الاطلاع على الأدلة ومشاهدة كل الشهود أمرنا بحبسها سنة واحدة مع الشغل. طبعا حسن بيروح لها وبيقول لها خلاص يا بالسلامة علشان تطلعي واخد حق أختي منك، ودي ورقة طلاقك. موناليزا بتبدأ تترحل على السجن. موناليزا اللي كانت بتتدلع في بيتها فجأة واحدة بتلاقي نفسها في السجن، بتعيش أيامها وهي ساكتة، بتصلي وبتذكر ربنا وأكيد بتدعي على حسن. ابتسام بتروح لها بتزورها وبتقول لها لما كنت عايشة معايا كنت آخرني اتونست بيكي من بعد وفاة جوزي. انت مقطعه في قلبي قوي يا موناليزا، اتكلمي قولي اي حاجه، حد بيزعلك جوه السجن احكي لي، ما تقلقنيش عليكي، ولو حتى مش علشانك فعلشان اللي في بطنك. موناليزا برضو بتفضل على نفس الوضع وما بتردش. نروح لولاء اللي عامله فطار وشاي لايمن. ايمن بيقول لها من امتى الدلع ده كله؟ قال لها انا ممكن اطلب منك طلب، احنا ممكن نتجوز ونسافر لحد ما شقتي تجهز. قالت له موافقه. قالت له بس بشرط نعيش هنا علشان انا بحس ان بابا وماما دايما حواليا ومعايا. اما حسن فبيتجوز رحاب، وسميحه بتقول لها انت عوض لي عن المرحومه. قالت لها حسن حكى لي عنكم، حسن حكى لي عنك، ربنا يخليكي ليا. بيجي راغب وبياخد حسن وبيقول له اسكت انا عندي ليك خبر بمليون جنيه. مش الارض بتاع موناليزا رجعت؟ يعني شد حيلك كده وهنجيب لها بياع حد يشتريها منها وتاخد ال 30 مليون جنيه. حسن هنا بيقول له طب ازاي؟ ودماغه بتلف. بتظهر وفاء عامر بتطلع مسجونه مع موناليزا في السجن، وراحت قعدت جنبها بتقول لها يا بنتي انت بقالك شهرين هنا ما سمعناش صوتك، لازم تتكلمي وتطلعي اللي جواكي. من يوم ما جيتي
وانت صوتك ما طلعش، امراض الدنيا هتركبك. اسمعيني، انت شكلك مظلومه زي ما انا كنت مظلومه بالظبط، بس هتقولي ايه؟ اللي في القلب مش بيتصلح ابدا بسهوله، وشكلك مظلومه جامد زي ما انا كنت مظلومه بالظبط. وهنا مناليزا بتقول لها هيفيد ايه الكلام؟ قالت لها الكلام هيريح، صدقيني انا كنت زيك كده بالظبط. هحكي لك حكايتي. انا كنت متجوزه واحد وكنت مش حرماه من اي حاجه، بس هو ما تمرش فيه العشره. وجه يوم قال لي انا عايز افتح مشروع بس عايز امضتك على كمبيالات، وانا اتجدعنت معاه قلت له ولا يهمك، واتاريه مدبر كل حاجه ومخطط ان هو ياخد البضاعه ويهرب. وكنت عامله له توكيل، وقام جاي بالتوكيل دوت خد كل اللي حيلتي واستلفت وشحت علشان اقدر ادفع الكمبيالات. ما قدرتش، واديني قدامك اهو وهو عايش حياته بفلوسي. شفت نانيلا اكتر من كده؟ فمنى بتقول لها دي تيجي ايه جنب اللي حسن عمله معايا؟ فبتقول لها خلاص احكي لي. بتبدا منى تحكي لها على كل اللي حصل. ولاء اتجوزت ايمن، وفي يوم كانوا نازلين بتفتح باب الشقه لقيت ابتسام. بتقول لها انت فاكراني؟ بتقول لها انت اللي جيتي مع اللي اسمه محمود صح؟ بتقول لها ايوه انا صاحبه منى. قطع الكلام وانا خايفه عليها وبحس ان هي مستنياك انت، لان انتوا اخوات ومنكمش الا بعض. بس ولاء بتقول لها ان هي ومنى ما عادش لهم اي علاقه ببعض، وبتسيبها وتمشي. اما ايمن فبيطمن ابتسام ان هو هياخد ولاء لموناليزا علشان تتكلم معاه. موناليزا بتخش لها زياره، وكلنا بنتصدم ان الزياره من البيت حسن ومعاه امه. اتاري حسن قال لامه ان القدر رجعت لموناليزا، وموناليزا لسه حامل، يعني ممكن ان انا اردها بكل سهوله. وكده بنعرف ان هي ازاي بعدين هتتجوز اتنين. وبتخلص الحلقه. يا ترى ايه اللي هيحصل بين حسن وموناليزا الحلقه الجايه؟ يا ريت الملخص عجبك، ما تنساش اللايك والاشتراك في القناه علشان نستمر في ملخصات تانية كتير. والسلام عليكم.